عندما كان الشاعر نزار قباني في إسبانيا، ذهب إلى غرناطة والتي كانت تعرف بالأندلس لزيارة قصر الحمراء الذي شيده الملك الغالب بالله مؤسس دولة بني الأحمر أبي عبد الله محمد الأول. قابلته هناك مرشدة سياحية جميلة جدا، وبدأت تعرفه على صنيع أجدادها باندهاش، فتبسم وهو يعلم تماما أنها لا تفقه ما تقول. ونزار ومن هو نزار؟ فكتب فيها: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما، تتوالد الأبعاد من أبعاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها. قالت: وفي غرناطة ميلادي. غرناطة؟ وصحت قرون 7 في تينك العينين بعد رقادي. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها في شعرك المنساب نهر سواد، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد.